أحياناً بعض أدوية المفاصل والروماتيزم قد تسبب أعراض جانبية جلدية تتراوح بين الخفيفة جداً إلى متوسطة، وأحياناً ونادر يكون شديدة. بعض الأدوية مثل هيدروكسيكلوروكوين ومثل الميثوتروكسيت اللي ممكن يسبب تساقط في الشعر وتقرحات باللثة واللسان. الطفح الجلدي هذا قد يكون بشكل بسيط كاحمرار أو حكة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون بشكل خطير كمتلازمة ستيفن جونسون التي تستدعي الذهاب إلى الطوارئ فوراً. لذلك احنا دائما ننبه مرضانا بملاحظة أي طفح جلدي حتى يخبر طبيبه وبالتالي يغير من الدواء. وأنا كطبيب جلدية دائماً أحرص أني ما أوقف العلاج حتى يتم التواصل مع طبيب الروماتيزم والتنسيق في العلاج، لأن يجب قياس الفائدة والضرر من العلاج، وللأسف في بعض الأحيان هناك أدوية ليست لها أي بدائل. وهذا هو جوهر العيادة المشتركة بين طبيب أمراض المفاصل والروماتيزم وطبيب الجلدية، حتى يتم التحكم بالمرض المناعي المشترك بين أمراض المناعة الروماتيزمية كذلك المظاهر الجلدية.